يابا. ايوه يا ست الشيخ. ايوه انا ما عاوزش اكون بلطجي. الله. انا عايز اكون متجه وماشي في نور الله، ماشي وابني جامع كبير اصلي فيه لوحدي، واللي هيجي يصلي هقتله. يا ولدي دي توبه ولا ذنب ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. وانت يا حبيبي؟ ولا يا شيخ حافظ زي ما كنت شفت الرؤية العظيمة اللي احنا فيها دي. ايه حلمت الساعة 4:30 الفجر بالظبط. خير؟ بالوقت حموج ابني داخل عليا وماسك في ايده برتقانة وبيقول لي قشر لي دي يابا. فقلت له يا ده أزمة هو انا بعرف اسوق الموتوسيكل؟ قام الكومودين ووقع. السؤال بقى يا شيخ حافظ، اتوب دلوقتي ولا في اجازة نص السنة؟ انت تستنى الشهر اللي هيلي يوم 35 منه الساعة 8 الظهر كده، تركب الاتوبيس النهري وتنزل في الصحراء وتقول لهم عايز العب عيش وحلاوة وتاخد البسكليتة وترجع. ربنا يخليك، والله ما بعدي حلقة من مسلسل فاطمة يا شيخ حافظ. برافو عليك. وانت يا سباعي؟ أهل البلد مش هيسكتوا يا شيخ عبد الحليم حافظ. حافظ يا غبي. حافظ ايه يا حافظ ما تكبرهاش يا اخوانا انتوا المفروض تفرحوا بموت عتريس. البلد خلاص هتنضف. البلد دي عمرها ما هتنضف، اللي يفتكر انها تنضف بموت عتريس ده يبقى واهم. البلد دي عمرها ما هتنضف من دم عتريس حتى لو مسحتوها بداتول. خلاص خلصت الايام خلاص. يا ست. يا سلام يا فؤاد، كبرت وبقيتي تسمع ام كلثوم؟ هي بقت تسمع ام كلثوم بس؟ دي بقت تسمع ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وعبد الفتاح الجراني. يا سلام، كبرتي يا بيت، كبرتي. ما تردي يا بيت. ايوه ياما كبرت. كبرتي وبقى بيجيلك عرسان يامي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل؟ انت متضايقه ياما عشان بيديلي عرسان؟ ايوه هي بتنفسن عليك، اصلا من يوم ما اتجوزتها ما جالهاش عرسان خالص. جرى ايه يا حافظ؟ انت نسيت يا راجل ولا ايه؟